السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من طريق المعرفة على قناة ماك شرقاوي شو. اليوم الثلاثاء مصير الكأس وفشل المؤامرة الجزائرية لضرب العلاقات مع السنغال. خليكم معايا. أهلا بكم، أنا ماك شرقاوي وأنتم معايا في طريق المعرفة. اليوم مصير الكأس، اليوم الثلاثاء مصير الكأس وفشل المؤامرة الجزائرية لضرب العلاقات المغربية السنغالية. عن الكأس وعن الموعد اللي كان محدد له الاثنين 26، ولكن لجنة الانضباط في الكاف أجلت الحسم ليوم الثلاثاء بطلب سنغالي. ده مش مجرد إجراء روتيني، ده ارتباك. السنغال تطلب مهلة لأن الملف القانوني المغربي كان ثقيلا ومحكما، ولكن المفاجأة هنا مش التأجيل، لا، المفاجأة جت من فم أوغستين سنغور رئيس الجامعة السنغالية، الرجل الذي خرج في خطاب موجه للسياسيين والعسكريين في بلاده وتصور أنه يدافع عن نفسه، ولكنه في الحقيقة قدم صك الإدانة لنفسه وبنفسه ولمنتخبه. قال عقدة المؤامرة في التدريبات، زي ما قال الراجل اشتكى من التدريب في مركب الملك محمد السادس. تخيلوا، أفضل منشأة رياضية في أفريقيا والتي اعترف هو بنفسه أنها لا مثيل لها، تحولت في نظره لغرفة تجسس. قال كنا مكشوفين. هذا اعتراف ضمني بأن الهزيمة النفسية سبقت المباراة. في الأمن وازدواجية المعايير لما قاله، اشتكى من غياب الأمن، في حين أن الصور والفيديوهات بتوضح مرافقة أمنية من الجيش الملكي المغربي بكثافة لحافلة السنغال. والأغرب أن الجامعة السنغالية هي اللي نشرت موعد وصول القطار للجماهير. يعني أنتم من صنعتم الزحام وأنتم من اشتكيتوا منه. الاعتراف الأخطر التدخل السياسي. اسمعوا قال إيه. قال سنغور اعترف بأنه خرق البروتوكول، هو اعترف بنفسه وذهب للقاء فوزي لقجع ثم الأمين العام للكاف ثم باتريس موتسيبي شخصيا قبل المباراة، واعترف أن كل مطالبه نفذت. إذن أين هي الهيمنة المغربية المزعومة؟ أين الكولاسة هنا؟ أنت طلبت كل شيء وأخذته، إذن كنت قد حصلت على كل شيء وغيرت الملعب وأخذت التذاكر، فلما الانسحاب ولما التلويح بالمؤامرة؟ الإجابة واضحة بالتأكيد، السيناريو كان جاهز. لو خسرنا هنقلب الترابيزة. خطاب سنغور كشف أن النية كانت مبيتة لنسف النهائي، وأن رسالة الاحتجاج كتبت قبل صافرة الحكم. طيب، أنا قلت لك قبل كده أن أنا بتوقع يمكن أن تصل العقوبة إلى سحب الكأس وإعطائه للمغرب واعتباره مهزوما 3-0، ولكن بالتأكيد لا توجد سابقة بهذا الأمر، وننتظر بالتأكيد ماذا يسفر عنه الفريق القانوني المغربي والفريق القانوني السنغالي. وده هنشوفه النهاردة بعد سويعات من الآن، وإن شاء الله هنطلع لكم حلقة تانية بعد ما يطلع النتيجة ونشوف إيه العقوبات اللي هتتم، والذي أعتقد أنه يمكن أن يكون من بينها سحب الكأس، يمكن أن يكون. طيب سيبك بقى من الكأس، تعال نشوف بقى الجمال كله اللي حصل النهاردة. يا نهار أبيض، إيه اللي بيعمله المغرب ده؟ إيه يا جماعة، بالراحة علينا شوية، اهدوا شوية علينا يا أخي. إيه الجمال ده؟ تعالوا شوفوا معايا اللي خرجت بيه هسبرس. سونوكو تجاوزت الملاعب، عفوا تجاوزات الملاعب لا تتحول إلى خلافات سياسية بين الرباط ودكار. طب تعال نشوف أخنوش رد عليه بإيه. أخنوش رد عليه: شراكة المغرب والسنغال تاريخية، والانتصار الحقيقي يتجاوز النتائج. الله 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 الله، ايه الجمال ده. طب تعالوا نشوف مع بعض كمان
ايه اللي حصل كمان؟ الله، ده جلالة الملك. طب بس عشان ايه عندنا برضو هجوم على البث، جلالة الملك عامل لهم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول سنوكو والوفد المرافق له. إيه لا 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 لا، ده الموضوع كبير قوي. تعالوا نشوف مع بعض وننسج معكم هذه يعني الحلقة اللي بعتبرها من الحلقات الجميلة اللي أنا بحبها. بينما كان الغوغاء ينتظرون القطيعة بين الرباط ودكار، جه الرد من الكبار. اتصال هاتفي بين رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ونظيره السنغالي عثمان سنوكو نسف كل أحلام تجار الأزمات. طبعا انتوا عارفين بتكلم عن مين. لم يتحدثوا عن ركلة الجزاء أو عن مباراة انتهت ولا على كأس رفع، بل تحدثوا عن لجنة عليا مشتركة وعن 17 اتفاقية استراتيجية وعن موعد لقاء حدث اليوم الاثنين والثلاث 26 و27 يناير. الرسالة وصلت للجميع. العلاقات المغربية السنغالية هي شريان حياة لا يقطعه صافرة حكم ولا طيش مسؤول رياضي. الدولة المغربية تصرفت بمنطق نحن نحفظ الود الاستراتيجي ولكننا في الملعب لا نتنازل عن حقنا القانوني، وهذا قمة النضج السياسي. وهو موجودين وبيوقعوا الاتفاقيات، لا زال الفريق القانوني يعمل وبجد وبلا كلل في الملف الكأس وملف خروقات البطولة. ده حاجة وده حاجة. درس في الحكمة. الرباط ودكار عندما يهزم العقل السياسي طيش الملاعب. يا سادة، في اللحظات اللي بتعلو فيها أصوات الغوغاء وبيختلط فيها الحابل بالنابل ويعتقد البعض أن صافرة الحكم ممكن أن تهدر تاريخ أو أن مباراة ممكن أن تفرق إخوة، في هذه اللحظات يظهر معدن الكبار. في الأيام الأخيرة عشنا حالة شحن غير مسبوقة. دولة جارة مارقة بين قوسين الجزائر حاولت أن تصطاد في الماء العكر وراهنت المرادية على أن الرباط سوف تقطع علاقتها بدكار، لكن اليوم جاء الرد عملي وقوي ومخرس. النهاردة ما فيش كلام عن ركلة الجزاء ولا عن انسحاب ولا عن شغب ولا عن المباراة انتهت. لا، النهاردة الكلام عن مصير مشترك رئيس وزراء السنغال عثمان سنوكو في قلب الرباط. قلت لكم من يومين، يوم الاثنين كامل الحكومة السنغالية هتكون موجودة في الرباط. رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش بيستقبله، ومش بس كضيف ولكن كشريك، شريك دم ومصير. الرسالة خرجت من اجتماع اللجنة العليا المشتركة واضحة زي الشمس. اللعب خلوه في الملاعب، أما هنا فنحن نصنع التاريخ. سنوكو قالها بلسان فصيح: الرياضة أضيق من أن تفرقنا. أخنوش رد عليه بلسان الحكمة: إحنا مش حلفاء صدفة، إحنا شركاء عقيدة ودم. النهاردة حلقتنا استثنائية من الحلقات اللي بحبها، لأننا هنشوف إزاي السيادة قدرت تلم ما أفسدته الكرة، وإزاي المغرب والسنغال بيحطوا حجر الأساس لأفريقيا الجديدة. أهلا بيكم في حلقة الانتصار للعقل الرصين. في محورها الأول سنوكو يفكك لغم الفتنة. خلونا نبدأ بالضيف الكبير السيد عثمان سنوكو، الرجل الذي أثبت أنه رجل دولة من طراز رفيع. الكل كان يعني ينتظر يشوف هل هيجي هيعاتب، هل هيجي هيشتكي من اللي حصل في الكان. لكن سنوكو قلب الطاولة بذكاء سياسي نادر. قال نصا: هذه الزيارة لا تهدف إلى التهدئة لأن ذلك ليس ضروريا. يا سلام على الكلام. احنا اصلا ما فيش بينا ازمة علشان نهديها، احنا اكبر من كده. ووصف اللي حصل في الملاعب وصفا دقيق جدا. قال افراط عاطفي ناتج عن الحماسة. يعني يا جماعة ده مش حقد ولا كراهية،
سياسية، دي مجرد سخونة ملاعب. سونوكو هنا بيحاول يعمل يعني بيشد السجادة من تحت رجلين أي حد بيصطاد في الماء العكرة، وانتوا عارفين قصدي ايه. أي حد بين قوسين الجزائر كان بيحاول يستغل أحداث هذه المباراة علشان يضرب العلاقات السنغالية المغربية. سونوكو قال كمان إن الرياضة لن تقسم الشعبين، بل اختبرت متانة الرباط الذي يجمعهما. يعني اللي حصل ده كان اختبار ضغط، ستريس تيست يعني للعلاقة، والعلاقة نجحت بامتياز. الرجل تحدث عن الروحانيات وعن الطرق الصوفية وعن الطلبة، اتكلم عن الحاجات اللي باقية، مش الحاجات اللي خلصت ب90 دقيقة وانتهت مباراة وخلصت. محور تاني بقى كده في حلقتنا النهاردة، أخنوش وعمق مؤسسة إمارة المؤمنين. في مقابل ما قاله السيد سونوكو، كان رد السيد عزيز أخنوش رد استراتيجي جيد جدا وسياسي بامتياز. أخنوش ما ردش بلغة المجاملات، رد بلغة التاريخ. تكلم عن الطرق التجارية التي بتمر عبر السنغال لربط المغرب بعمق الأفريقي. تكلم عن السر الأعظم في هذه العلاقة، مؤسسة إمارة المؤمنين، أمير المؤمنين، والطريقة التيجانية. لكم تعلموا أن السنغالي يذهب إلى المغرب والطريقة التيجانية قبل أن يذهب إلى الحج. يا سادة، لما السياسة بتتكلم بلغة الدين والروح وهذه الروحانية الجميلة والصوفية الجميلة، اعرف ان الرباط ده مستحيل انه يتقطع. أخنوش كمان قال العلاقة دي علاقة طبيعية ودائمة وليست وليدة تحالفات ظرفية. يعني احنا مش أصحاب مصلحة مؤقتة، احنا عيلة واحدة. ده اللفظ اللي قاله. الأهم في كلام أخنوش هو النظرة للمستقبل. الرجل رحب بالرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديماي فاي وقال احنا محتاجين تكييف اتفاقياتنا وزيادتها. المغرب فاهم ان السنغال بتتغير وبتنهض، والرباط جاهزة تكون الشريك الأول في هذه النهضة. محور ثالث بقى في هذه الحلقة، لغة المصالح. خارطة طريق 2050، مش 2030، 2050. نخرج بقى من العواطف والتاريخ والروحانيات والصوفية وندخل في لغة الأرقام اللي بتوجع الخصوم الأشرار في المرادية. سونوكو جاي ومعاه رؤية السنغال 2050، خطة طموحة جدا لبلد عايز يبقى قوة صاعدة. السؤال هنا، مين الشريك اللي السنغال اختارته علشان تمشي معاه المشوار ده؟ الإجابة بمنتهى البساطة، المملكة المغربية الشريفة. سونوكو قالها صريحة، نحن نعتمد على شركاء أوفياء في مقدمتهم المغرب، وعدد المجالات: بنوك، تأمين، طاقة، دواء. قال الشركات المغربية في السنغال مش بتتعامل كأنها شركات أجنبية، دي بتتعامل كأنها شركات وطنية سنغالية. وده كلام رئيس وزرائهم اللي قالوه بنفسه في الاجتماع. في المقابل أخنوش فتح دراعاته للقطاع الخاص السنغالي، وتم توقيع اتفاقيات جديدة في الصيد البحري والزراعة والبنية التحتية. احنا مش بنتكلم كده على اتفاقيات حبر على ورق، لا، احنا بنتكلم على اقتصاد حقيقي بيشغل ناس موجودة على الأرض، بيفتح بيوت، بيأكد أن المغرب والسنغال هما القاطرة التي هتجر غرب أفريقيا كله إلى الأمام. محور الرابع في الحلقة، التحالف الجيوسياسي، الصحراء والأطلسي. نيجي بقى هنا للنقطة اللي بتعمل ارتكارية للبعض من الجيران، خاصة في المورادية، وساعات بتسبب تبول لا إرادي. أرجوك تفهمني صح. الموقف السياسي، عزيز أخنوش أشاد بدعم السنغال الثابت للمغرب ومغربية الصحراء،
السنغال صوتها دايما عالي في المحافل الدولية دفاعا عن وحدة المغرب الترابية. مش بس كده، لا، الكلام كان عن المبادرة الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك. السنغال هي قلب هذه المبادرة. وأيضا تكلم على أنبوب الغاز. نيجيريا هيمر ب 11 دولة أفريقية منها السنغال بالتأكيد إلى المغرب ثم إلى أسبانيا، اللي السنغال هتكون محطة محورية فيه بالتأكيد. سنوكو وأخنوش النهاردة بيرسموا خريطة جديدة للمنطقة، خريطة فيها تكامل، فيها وصول لدول الساحل للمحيط، بوركينا فاسو، مالي والنيجر من خلال موريتانيا هيعبروا إلى المحيط. ومن في هذه المبادرة من طاقة والكهرباء والغاز والتنمية. علشان كده بقول لكم الزيارة دي سياسية بامتياز، وجت في وقتها علشان تقول للكل مهما حاولتوا التشويش القافلة تسير وبسرعة قصوى. في الختام يا سادة، الدرس اللي قدمته النباط ودكار النهاردة لازم يتدرس. درس بيقول إن الشعوب الحية هي اللي بتعرف تفرق ما بين لحظة انفعال وتاريخ من الأخوة بين المغرب والسنغال. درس بيقول إن الحكومات الرشيدة هي اللي بتبني جسور مش بتبني حواجز. المغرب والسنغال بفضل حكمة قيادتهم قدروا يحولوا أزمة الكان لفرصة لتجديد العهد وتحديث الشراكة والتطلع ل2030، مش بس علشان ينظموا كأس العالم، لا، عشان يثبتوا العالم أن أفريقيا قادمة وأن وحدتها صخرة بتتحطم عليها كل المؤامرات، وخاصة مؤامرات الدولة الجارة الشريرة. شكرا عثمان سنوكو، شكرا عزيز أخنوش، شكرا لشعوبنا العظيمة اللي أثبتوا إن الدم عمره ما يبقى مية. تصبحون على أوطان منتصرة وقارة موحدة إن شاء الله. أنا بحبكم في الله. تصبحوا على خير.